افتحي التلاجة وطلعي بيضتين كده، وطلعي لي بطايه واحده بس. والله مش محتاجه غير بيضتين وبطايه واحده، هنعمل العشوه القمر الجميله الغير مكلفه اللي هتاخد مننا 5 دقايق بس. تعالوا نقطع بصلايه جوليان بالشكل ده، وفلفل اخضر رومي حراق اي حاجه موجوده، وهنجيب كمان بطاطس متقطعه مكعبات بالشكل ده. هقلبها كده واروح احط عليها كوب من الماء المغليه، وهدي النار خالص خالص خالص، واروح احط عليها ملح فلفل اسود وكاري، واغطيها لمدة لا تقل عن 10 دقايق بس. بعد كده هجيب بيضتين، والله مفيش غيرهم، بيضتين اتنين بس هتعمل لنا الفطيرة الجامدة دي، وملح وفلفل اسود ورشة صغيرة من مرقة الدجاج، معلقة ونص كبار من الدقيق، وعليهم رشة صغننة من البيكنج باودر. هقلبها كويس واضيف البطاطس بتاعتي عليها، احاول اظبط ملح عشان ما تملحش مني، علشان الملح هيفرق طبعا لان انا حاطه في البطاطس. بعدين جبت طاسه غير لاصقه وحطيت فيها يعني سنه صغننه خالص من الزيت او الزبده اللي عندك. حطيت البيض والبطاطس بتاعتي وغطيت عليها لمده 5 دقايق بس. وبعدين اخر حاجه حطيت رشه من الموتزاريلا وكمان زيتون لو عندي. هوطي النار خالص 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 على شمعة كده واغطيها، ولمدة 5 دقايق تكون ساحت معايا الموتزاريلا. طلعت خطيرة ومش محتاجة كمان احمر الوش بتاعها، هي البيض نفسه طايب جدا 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 مع الموتزاريلا، وكمان محرمش كده من تحت. خطيرة خطيرة، غير مكلفة، تحفة، سهلة جدا. في خلال بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة نكون خلصنا الجمال ده. احلى عشوة، بحبكم جدا. هاتي عيشك بقى ورغيفك و15 16 رغيف كده ويلا بينا. بحبكم قوي، باي باي.